السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة المستديرة. فيديو جديد غنسلطوا فيه الضوء على آخر مستجدات، وغادي نبداو فريق الوداد البيضاوي اللي قام بتغيير المدرب في بداية الموسم واستغنى على خدمات المدرب الشاب عادل رمزي، وتعاقد مع العائد إلى أحضان البطولة الوطنية مرة أخرى من خلال أو من بوابة فريق الوداد البيضاوي التونسي البنزرتي. فتم استقباله والآن راه توجه مع الفريق نحو تنزانيا اللي عنده مواجهة حاسمة خلال الجولة الرابعة لدور المجموعات في عصبة أبطال إفريقيا. ضروري يعني الفريق الأحمر من الفوز مقابلة هذه داخلة في الجولة الرابعة اللي غادي تكون يعني حاسمة. كيخص الفريق الأحمر أنه ينهزم، وإلا جاب فوز من قلب تنزانيا فغيكون أفضل باش يكون عنده 6 نقاط، وبذلك يباشر يعني المقابلتين الأخيرتين للتأهل إلى دور الربع. فاللي مهم نتمنى التوفيق الفريق الأحمر في المغامرة الإفريقية. اللي بغينا نخصو به الذكر في هذا الفيديو هو كيف قلنا العائد إلى البطولة الوطنية البنزرتي. هنا كاين تساؤل، واش بنزرتي يعني هو رجل المرحلة؟ واش البنزرتي يعني من بعد ما غادر البطولة الوطنية، وخاصة المرة الأخيرة كانت السنة الماضية مع فريق الرجاء البيضاوي اللي لعب معهم يعني تقريبا مقابلتين إلى 3 مقابلات، وكانت الأولى في البطولة في الموسم. واش من هذاك الوقت إلى هذا الوقت، سيما لأنه فاز بلقب مع النجم الساحلي، واش كاينة شي حاجة اللي ممكن على أنه يزيد يضيفها للفريق الوداد في الظرف الحالي؟ حنا كنعرفوا على ان البنزرتي كفء وعنده تاريخ يشهد له بالكفاءه وبالالقاب، ولكن بالنسبه لي كتساؤل علاش غادي نرجعوا للوراء؟ لان هنا كان ممكن يكون هذا الخيار هذا لان كاين واحد الاسباب ديال مبالغ ماليه عالقه في ذمه فريق الوداد البيضاوي لصالح المدرب، من جهه اخرى يعني فقط لاطفاء غضب الجماهير، يعني ضرب عصفورين بحجر واحد. حنا نتمنوا التوفيق للفريق الأحمر، غير هو كيبقى كتساؤل علاش معظم يعني الفرق الوطنية عندنا كترجع دائما للوراء. لأن إلا كان شي حاجة غادي يقدر يضيفها البنزرتي لفريق الوداد، فكان من الأفضل أن ما يغادرش الفريق، كان يبقى معاه على طول هاد السنتين أو 3 سنوات اللي مضات. فكان غادي يكون ممكن مشروع الفريق أو مشروع الألقاب عديدة، وكان غيكون الفريق في واحد المرتبة وواحد المكانة أفضل بكثير من هذه اللي هو عليها. ملاحظة أخرى هي أن الفريق الأحمر في الموسم الماضي أنهى الموسم بتقريبا 4 أو 5 مدربين تعاقبوا على الفريق في السنة الماضية. الآن الموسم باقي في البدايه ديالو، يعني يلاه الثلث الاول من البطوله الوطنيه. كاس العرش باقي ما بداتش، عصبه الابطال يعني غادي يعني في دور المجموعات يعني الادوار التمهيديه الاولى، فالموسم باقي في البدايه ديالو، وتعاقب على الفريق مدربين. نتمنوا على انه يكون اختيار صائب، نتمنوا على ان البنزرتي يقول الكلمه ديالو، يكذب جميع الاقاويل اللي كتقول على انه ما بقى عنده ما يضيف للفريق، سيما لأننا كنعرفوا يعني خاصة في العقل أو الفكر الكروي عندنا هو أنه إلى فاز غادي نقولوا راه جا ودار أحسن من هذاك المدرب اللي كان سابقه، إلى انهزم فغادي نقولوا التغيير وخاص شويه ديال الوقت وخاصو انتدابات، لان ماشي هو اللي صعب على هذه الانتدابات، وكنبقاو دائما ندوروا في الدوامه هذه. فما كنخصش بالذكر فقط فريق الوداد البيضاوي بهذا الكلام، ولكن راه سائر الفرق الوطنيه كيعيشوا نفس الحاله، يعني دائما تعاقد مع مدرب الاستغناء عنه، تعاقد مع اخر كيجي كيحقق النتائج كنقولوا راه اختيار صائب، ما كتمشيش مع النتائج كنقولوا راه كان مسؤول شويه على الانتدابات وخصنا نصبروا عليه ونعطيوه شويه الوقت. فنتمنى ان هذه العقليه هذه ديال التسيير، لان حنا كندويو على منظومه كرويه في البلاد عندنا اللي خاص يتعاد فيها النظر في العديد والعديد من الاشياء، بما فيها هيكله الفروق واعطاء يعني المناصب ذوي التخصص، لان خاص يكون هيكله ويكونوا الناس يعني اكفاء هما اللي كيشتغلوا ويكون عندهم واحد المشروع، وخاص ديك الساعه يكون شويه ديال الوقت، وهذا هو اللي غادي تعطي الاكل ديالها. اما بهذا التسيير هذا باش غادا البطوله الوطنيه، لان على سبيل الذكر كنشوفوا يعني حتى التغيير اللي طرح للفريق الرجاء البيضاوي اللي ربما شيئا ما انه غادي في واحد الاستقرار
ولكن ما نقدروش ندويو عليه حاليا لان يلاه جا هذا المكتب الجديد وهذا المدرب الجديد. كاين ثاني الفرق الاخرى بحال المغرب الفاسي، اتحاد طنجة، المغرب التطواني، ولا داعي للقائمه طويله يعني تسيير عشوائي. وحنا كندويو على بطوله فيها فقط الاسم اللي هو احترافيه. ضيف على ذلك يعني المستوى الرديء التقني، المقابلات، المسائل كيخص يعني يتعاد فيها النظر. نتمنى التوفيق للفريق الاحمر، نتمنى التوفيق للتونسي. غير كخلاصه باش نختم في النقطه هذه، نتمنى على ان ما يكونش تعاقد مع هذا المدرب فقط لاطفاء غضب الجماهير ولتسويه الوضع المالي اللي باقي في ذمه الفريق من الفتره الماضيه. بقدوم البنزرتي مرة أخرى إلى البطولة الوطنية وخاصة بوابة فريق الوداد البيضاوي كيتفتح مع يعني تاني الجدال والنقاش والموضوع ديال المنع والعقوبة اللي كانت في حقه، خاصة اللي كان على رأس الفريق الأحمر، واللي شفنا يعني السنة الماضية أشنو الأمور كيفاش دازت، يعني خاصة اللي جا الفريق الرجاء البيضاوي بحيث أن أشرف على الفريق في المقابلة الأولى ضد أولمبيك أسفي في دكة البدلاء. من بعد يعني خرج هذا الجدل هذا، من بعد شفنا يعني فقط في المدرجات، من بعد تم يعني الاستغناء عنه. واش كان بسبب ان هذيك العقوبه ما بغاش ينفذها او مشاكل اخرى؟ احنا ما ندخلوش في هذه الحيثيات، خاصيه مع انها عندها سنه دابا تقريبا فما فوق. ولكن هذا الجدال فين ما كيجي البنزرتي كيجيب معاه هذا الجدال هذا. فغادي نشوفوا الايام القليله او الشهور القليله او المقابلات خاصه في الدوري الوطني المقبله هي اللي غادي تفصل في هذه المساله هذه. واش باقا هذيك العقوبه ساريه المفعول؟ واش تم يعني التقادم ديالها؟ واش غادا تطوى هذيك الصفحه؟ واش ولكن هذا الشيء كله داخل في المنظومه الكرويه وكيفاش كتسير يعني الكره في البلاد. غنضيف لها مساله البرمجه، خاصه لان كاين دابا واحد الجدل خاصه من طرف فريق الرجاء البيضاوي والانصار ديالو اللي بالنسبه لهم حق مشروط، كيشوفوا على ان القانون ما كيطبقش الا في بعض الحالات القليله، ولكن ملي كيكونوا حالات اخرى مشابهه فالقانون يعني كيقدر يعني غض البصر عليه. فهذا كيدعي للتساؤل، كيدعي يعني بالعربيه التعرابس نعيو ما نصفيو النيه، خاصه ان ما كاينش يعني الناس المسؤولين على كل جهه ما كيخرجوش يعني بتصريحات او باستفسارات لتوعيه يعني الراي العام ويعطيونا يعني الشرح على هذيك القرارات او على هذوك التغييرات. فكيبقى بنادم يعني كنا كيصفي النيه تاعيا، ولكن كيلقى ديما واحد التساؤلات اللي ما عندهمش يعني الاجوبه ديالها وبعض القرارات اللي ما عندهاش المبررات ديالها. فكذلك يعني البرمجه فهو حدث ولا حرج. نتمنوا على ان هذه المسائل هذه ما تبقاش، نتمنوا على ان هذه الطفره اللي كيعرفها يعني المغرب خاصه على المنتخبات وعلى المستوى ديال التنظيمي، بحكم ان المغرب كينظم في السنوات الماضيه لا في السنوات المقبله يعني العديد والعديد من التظاهرات، وكاين واحد الطفره يعني في المغرب خاصه في الميدان الكروي او الرياضي. فنتمنوا على ان حتى الفرق حتى البطوله الوطنيه والمنظومات ديالها وجميع الفاعلين المتداخلين في هذه المنظومه حتى هما يرقاو لهذا المستوى هذا ويحاولوا يبينوا واحد شويه ديال الاحترافيه وما تبقاش يعني العشوائيه لا في تسيير الامور لا في التدبير ديالها، والشفافيه ويكون الوضوح. هناك ايضا ولا داعي لذكر الاسماء فرق باقي كتسير لمده سنه او اكثر بلجان مؤقته، كاينين فروق اللي ما عندهمش حتى مكتب، كاينين فروق اللي كيجتمعوا فقط يعني في الملعب وحتى اليوم اللقاء. فهذا الشيء صراحه بعيد كل البعد عن الاحترافيه، بعيد كل البعد عن البطوله الوطنيه اللي حنا كنتصوروها واللي بغيناها. فنتمنوا ان هذه الامور هذه تعاد فيها النظر ويتم يعني الضرب فيها بيد من حديد باش يتطوروا هذه الاشياء ويتطور معها المردود ويتطور معها المنظومه الكرويه بصفه عامه. فإلى فيديو قادم، السلام عليكم.